هنتكلم عن used to. used to معناها كان معتادا. كان معتادا. ملاحظين ان احنا بنتكلم عن زمن الماضي البسيط؟ يعني used دي في زمن الماضي البسيط؟ طبعا، اصلها بتعبر عن حاجة كنت متعود اعملها بس دلوقتي ما بقتش موجودة. برغم ان used واخدة شكل التصريف التاني للفيرب وفيها ed، بيجي بعدها بنت طيبة اسمها to. تو كانت بنت طيبة جدا، مش بتحب تضايق الفيرب اللي يقف جنبها. كانت تقول له ايه؟ من فضلك انا مش هضايقك، مش عايزاك تشيل اي اضافة تتعبك، انت هتقف جنبي في اصلك بدون اي اضافات. وكنا بنقول ان يوزد في زمن الماضي البسيط، والماضي البسيط ده كان عنده بنت واحدة اسمها ديد. ديد فاكرين كان بيستخدمها في ايه؟ كان بيستخدمها في النفي، انه يساعد الفيرب اللي عنده انه يقدر يقول لا. وكمان بيستخدم ديد كفعل مساعد يعمل بيها سؤال بمعنى هل بس في الماضي. عايزين نفتكر الكلام ده كويس علشان هينفعنا بعد شوية. في الجمل اللي قدامنا she used to have short hair، هي كانت معتادة أن يكون عندها شعر قصير. now الآن she has long hair. هنبص في الجملة دي كويس، احنا عارفين ان she دايما بتاخد has، صح؟ تمام. طب هنا قلنا she used to have، ازاي she جت معاها have؟ اقولك ما احنا لسه قايلين من شويه used في زمن الماضي اللي بتقف جنبها البنت الطيبه اللي اسمها to، اللي بتقول to دي للفرب اللي هيقف جنبها من فضلك مش عايزه اتعبك وتعالى وارجع لاصلك ومصدرك. هنبص في الجمله اللي بعدها my dad used to be able to wear his white t-shirt. والدي كان متعود انه يكون قادر يلبس التيشيرت الابيض بتاعه but now الان it's too small. يبقى هي used to بتعبر عن حاجة كنت متعود اعملها بس دلوقتي ما بقتش قادر اعملها. My grandfather used to play football when he was young. شايفين used to جت بعدها الverb play بدون اي اضافات. انما هنا لما عندما when he was هو كان صغير. طب ليه استخدمنا was هنا؟ لان الجملة قدامي used to بتعبر عن الماضي البسيط، فلازم نكمل باقي كلامنا بزمن الماضي البسيط برضو. وwas هنا التصريف التاني من is في المضارع يكون، was في الماضي كان. في الجملة اللي بعدها Mr. أشرف used to go to his work by bus. Now he goes by car. بصوا بقى هنا مستر أشرف used to جه بعد used to اللي في الماضي في زمن الماضي جه بعد to الفيرب في الأصل في مصدره. في الجملة التانية عشان قال لي إن الآن بيعمل إيه؟ دي حقيقة بقى he goes by bus استخدمنا زمن المضارع البسيط، وفي زمن المضارع البسيط بنضيف es في الفيرب اللي بينتهي بO لما الفيرب ده بيقف من حد من أعضاء فريق الزنانين اللي قلنا عليهم قبل كده he وشي وإت. في النفي لما نيجي ننفي احنا عارفين ان used to في زمن الماضي البسيط، واحنا لسه قايلين من شوية قايلين ايه؟ قلنا ان الماضي البسيط عنده بنت واحدة اسمها did بيستخدمها في النفي وتكوين سؤال. وما ننساش في النفي ان did هتقف جنبها not، وخلي بالنا ان did not لما بتيجي بيقف بعدها الفيرب بيرجع برضو الاصل بدون اي اضافات. معنى كده ان احنا لما نيجي ننفي الفيرب اللي اسمه used to او الكلمة اللي اسمها used to اللي كانت في زمن الماضي هناخد didn't ونقول he didn't، رجعنا used لأصلها use اللي هي بدون دي. he didn't use to have a car 10 years ago. طب ليه قلنا have مع ان هي بتاخد has؟ مين يقول لي؟ ايوه عشان طول بنت الطيبة قالت هاتوا الفيرب جنبي يقف في أصله، أنا مش عايزة أضايق الفيرب اللي يقف جنبي، رجعوه لأصله أو لمصدره. وكمان use وقفت بدون أي إضافات جنب didn't. وفي صيغة السؤال لما نيجي نعمل منها سؤال هنستخدم did برضو علشان نعمل بيها سؤال في زمن الماضي، وبيجي بعدها فاعل، بعد كده الفعل اللي هي use to في أصله برضو. ليه؟ دي شخصيتها قوية بتاخد أي إضافة من الفيرب اللي هيجي بعدها، ويوز دي فيرب برضو وتخليه يقف في مصدره. Did he used to live in a large house؟ طب لو هنعمل سؤال بوات، وات من أدوات الاستفهام اللي بتتكسف، كل أدوات الاستفهام بتتكسف تسأل زي ما احنا عارفين، وبتحتاج إيه؟ بتحتاج لفعل مساعد يساعدها على السؤال. طب هنا الفعل المساعد اللي في زمن الماضي البسيط مين؟ الفعل المساعد هو did، الماضي البسيط ما عندوش غير did، فهنقول what did
وديد هنا لما نيجي نكون سؤال بيجي بعديها فاعل، والفعل اللي اسمه use to ده فعل اهو، بس جاي ايه في اصله بدون اي اضافات، عشان ديد بتبقى عايزه كده الفيرب اللي هيجي بعدها بدون اي اضافات، وهنا كمان تو هيجي بعدها الفيرب بدون اي اضافات، فجاي في مصدره او جاي يقف قصدي في اصله، رجع لاصله بدون اي اضافات بقى do. What did you used to do when you were 5؟ where دي الماضي بتاع are، يعني لما أنت كنت عندك 5 سنين. نبص مع بعض بقى هنا في حل السؤال ده. rewrite the following using the words in brackets. هنستخدم الكلمات اللي بين أقواس دي علشان نعيد كتابة الجمل اللي قدامنا. أو الجملة بتقول Rasha has short hair now. She had long hair when she was young. هي كان عندها شعر قصير شعر طويل لما كانت صغيرة. طيب دي جملة في المضارع صح؟ ودي جملة في الماضي، وبيقول لي استخدم used to. used to بتعبر عن الماضي، يبقى أنا هاخد الجملة دي وهي دي اللي هحط لها used to. هي كانت معتادة أن يكون عندها شعر طويل. نقولها إزاي؟ هنزل أول جملة زي ما هي وأقول له Rasha has short hair now. بعد كده وأقول له she، وأقول used to اعتادت أن يكون لديها. had الأصل بتاعها إيه؟ فاكرين تو لما كانت بتقول أنا عايزة الفيرب اللي يقف جنبي يقف في مصدره، يبقى had أصلها إيه أو مصدرها؟ مصدرها have. now she used to have long hair when she was young. يبقى هي اعتادت ان يكون عندها شعر طويل لما كانت صغيرة. نبص في الجملة اللي بعدها. She played with dolls years ago. هي كانت بتلعب او لعبت بالدولز من سنوات سابقة. الآن she plays computer games. وبيقول لي استخدم used to. يبقى هبص على الجملة اللي في الماضي اهي she played، وهي دي اللي هحط لها used to اعتادت ان، واقول له she used to. احط played؟ لا، هشيل الاي دي منها علشان to اللي في used to بتبقى عايزة الفيرب بدون اي اضافات، هتبقى she used to play with dolls years ago. ونكمل باقي الجملة now she plays computer games. هنا في الجملة اللي بعدها بيقول لي استخدم not في الجملة اللي بتقول she used to be able to cook. she used to be able to cook، وبيقول لي استخدم not. used to احنا عارفين انها في زمن ايه اللي لسه قايلينه من شويه، الباست سيمبل، زمن الماضي البسيط، واللي كان عنده بنت واحده بيستخدمها في النفي وتكوين سؤال وهي did. هنقول له she didn't. طب نقول used to ولا نقول use بس؟ يبقى she didn't use to be able to cook. الجملة اللي بعدها بيقول لي استخدم used to، وبيقول لي I watched cartoons in the past. أنا كنت أو شاهدت الكرتون في الماضي. I watch films now، وبيقول لي استخدم used to. هنقول له I، دي جملة الماضي وملناش دعوة بالحاجة بتاعت الآن لأن used to في الماضي. مش هلعب في الجملة اللي في المضارع دي خالص، واشوف الجملة اللي في الماضي وهي دي اللي هغير فيها. هقول له I used to watched، لا I used to watch، هشيل الاي دي. I used to watch cartoons in the past. هنا بيقول لي used to برضو، بيقول لي الجملة he rode a bike in the past now he drives a car. سهلة برضو. he used to rode هتتحول لإيه؟ ride. الأصل بتاع rode أو الفعل اللي في المصدر بتاع rode هتبقى ride. he used to ride a bike in the past now he drives a car. نبص في الجملة number 6. children used to learn German، وبيقول لي استخدم not. ايه رأيكم انتوا اللي تجاوبوا السؤال ده وتكتبوه لي في الكومنتس واشوفه ان شاء الله. My family walked in the park every Friday. Now he don't. هنبص الأول الجملة اللي الفيرب فيها في زمن الماضي ونشيل الاي دي ونقول له my family used to walk in the park every Friday. Now we don't. هنا برضو بيقول لي استخدم used to. grandfather
did lots of sports when he was young. هنحلها ازاي؟ هنعمل ايه في did؟ هنقول له grandfather used to. did الأصل بتاعها هيبقى do. grandfather used to do lots of sports when he was young. في السؤال ده برضو بيقول لي write a paragraph of 4 sentences on what did and didn't you used to do when you were young. ايه اللي انت كنت متعود تعمله او ما بتعملهوش لما كنت صغير؟ جايب لي ال ideas to help us اهو، مدينا افكار عشان تساعدنا، وبيقول لي اكتب على كل كلمة جملة. في الاول هنشوف كده، هو بيقول لي استخدم القاعدة اللي لسه شرحناها used to، عشان بيقول لي ايه؟ قول لي ايه الحاجة اللي انت كنت متعود تعملها او ما بتعملهاش معتادة ان. شايفين؟ هنستخدمها له في كل ده في زمن الماضي. يبقى لما كنت انت صغير، لما اجي اتكلم عن نفسي هقول له ايه؟ هقول له لما كنت انا صغير when where هتتحول ل was عشان you بتاخد where. اما اجي اتكلم عن نفسي واقول هقول له when I was young لما كنت انا صغير. when I was young لما كنت صغير I didn't use to لم اعتاد ان play tennis اني العب تنس. I used to eat chips but now I don't دلوقتي لا. I used to visit my friends كنت متعود أو اعتدت أنا أن أزور أصدقائي. I used to help my mom أو mom. يبقى من خلال الزمن اللي جايبهولي هنا هو اللي هتكلم بيه في الباراجراف اللي عايزني اكتبها له باستخدام الجمل او الكلمات اللي هو مديهاني اني اعمل عليها جمل. يا رب يكون الفكرة وصلت لكم كويس، واشكركم جدا.